عايز اقول لكم النهارده لما هتيجوا تجربوا السلطه دي هتعتمدوها طول شهر رمضان وبعد رمضان وكل يوم. ماما هناكل ايه النهارده؟ هنفطر سلطة تمر بالجرجير والجبنة. يعني احنا النهارده هناكل سلطه؟ أهم حاجة يا ريت ما ناكلش أي حاجة غير سلطة. لا في أكل. اوكي. واضح ان انا محتاج ارجع مصر تاني بقى، ده انا كنت باكل كميه اكل هناك. طب دوقوا هتشوفوا السلطات دي مهمة أوي. هنشوف بقى طريقه عمل سلطه التمر بالجرجير والجبنه الفته. طيب الاول بقى نبتدي بالمكونات اللي احنا هنحتاجها في السلطه بتاعتنا. احنا اول حاجه البوله الجميله دي، يا ريت نقرب كده بس على البوله علشان دي جايبها من مصر مخصوص لما كنت في معرض بتاع هاندي كرافت. طبعا اللي متابعني على انستجرام هيبقى عارف انا كنت فين وجايبها بكام وكل الحاجات من دي، علشان كل حاجه بنزلها على انستجرام، واللي مش متابعني على الانستجرام فاتوا كتير. المهم ممكن تديني فرصة أقول السلطة؟ طب ثانيه واحده اقول لهم ماما الطبق، بصوا والله العظيم يا جماعه الطبق ده حلو قوي. انا مش فاكر كنت جايبه بصراحه بكام، كان باين 150 200 100 مش فاكر، بس هو فخار مصري واهم حاجه كان عاجبني لونه حلو قوي والله العظيم. بصوا تحس ان هو جاي من المريخ. يبقى فيديو تاني للحاجات ممكن اعمل السلطه. طب بقى ماما بقى هتقول لنا على المكونات بتاعت السلطه بتاعتنا بتاعت النهارده. خصوصا ان احنا في رمضان، كل سنه وانتم طيبين. كله اللي احنا نحتاجه موجود دلوقتي في رمضان، لان كل البيت كل اي بيت فيه بلح. البلح مش الناشف اللي احنا بنطريه في اللبن، بيبقى ايه؟ تمر، اللي هو تمر بس تمر ناشف، ما يبقاش طري قوي. مش طري قوي، اللي هو نص النص. واللي عايز يستخدم تمر عادي برضو ممكن، صح؟ ايوه طبعا الطري كمان حلو قوي. وفي دي فراوله غسلناها وقطعناها بالطول. وهي على فكره برضو الوصفه دي ممكن نستخدم مع الفراوله برضو في اللي هو اسمها ايه، كريمباري اللي هو زي البتاع ده، بس هو غالي بصراحه فمش هنستخدمه بقى. سيبك منهم غالي. انا بص انا هعمل لكم سلطه مغذيه قوي وحلوه قوي. دول 4 فراوله، 4 فراولات. دول 7 8 بلح. 7 8 بلح. ده تمن فاته. تمن جبنه فاته. طب ولو حد ما بيحبش الجبنه الفاته يقدر يستخدم جبنه ثانيه؟ طبعا بنجيب البراميلي اللي هو ملح وسط. ده معلقه عسل نحل، شويه زيت زيتون، ومكسرات عين الجمل، و بنحط شويه عين جمل، لوز، زبيب. كل واحد ممكن احط سوداني، ممكن يعني كل واحد اوكي. في البديل معايا انا، في بديل سيبك. هو جرجير. ده جرجير مغسول. ده بصوا جرجير هنا في اليونان يا جماعه، ده جرجير طبعا اكني حاجه نادره قوي. ودبس رمان. وده دبس رمان. طيب بس كده. اول حاجه بقى هنعملها ايه؟ وانا النهارده لاول مره واخر مره هساعد ماما في الاكله دي. اتفضلي. اول حاجه بقى نحطها ايه؟ هيمد ايده يعني. اوكي امسك الجرجير حطه هنا. كله يا ماما ولا حبه؟ حبه كده عشان يكفينا. حلو كده. بصوا ده حلو قوي الجرجير كده. حلو ماشي. حطينا حبه جرجير اهو. طب اوكي. نحط كله وخلاص. لا انا بحب اكله كده، مش كله للسلطه. في ناس عايزينه كده بالجبنه البيضاء يا جماعه لوحده كده برضو بيبقى ماشي. حلو. حطينا حبه جرجير اهو. اوكي. الموضوع سهل صح؟ حطينا الجرجير. برافو حبيبي. تحط الجرجير، بعد كده نحط البلح. هنحط البلح اللي احنا غاسلينه ومقطعينه بالطول. لو عايزين تعملوه على 2 على 4 انتوا حرين، مفيش مشكله. ماشي. يا ريت نعمل زوم على الاكل بس واحنا بنجهزه. حطينا اهو. لازم نشمر الكم. ماشي. حطينا البلح. اوكي. حط اللي هو الفراوله. نص زي ما قلنا، اللي هو ايه، مش ناشف قوي ومش طري قوي. اوكي. حط الفراوله. حط الفراوله. برضو الفراوله عايزين تصغروها، عايزين تعملوها ترانش كده، كل واحد زي ما بيحب. كل حاجه سهله. الجبنه المكعبات. نبتدي بقى احطها في كل مكان. طب نكب البتاع ده وخلاص عشان ما ينزلش كله في حته واحده. عشان ما يكون سهل لما نقلب برضه. حلو قوي. بصي سلطه مغذيه، فيتامينات، غذاء. اوكي. حطينا الحاجات كده. اوكي. نحط دلوقتي المكسرات. هنا في عين جمل و زبيب وزبيب. حطيت لوز ولا؟ لا عين جمل ولا وزبيب عشان انا بحب الزبيب. اوكي. برضو مش كتير صح ولا عادي؟ مش كتير يا جماعه، واحدتين. اوكي كده. ده ايه؟ هي دي المكونات الاساسيه. ايوه. هندخل بقى دلوقتي في التركيبه الصوص. الصوص بتاعها.
بصي شكل الطبق ازاي. حلوة قوي. طيب معلقه عسل كبيره، ونحط عليها دبس الرمان. هو ده خلصان ولا ايه؟ دبس رمان عشان كنا عاملين مش عارفه سمية كانت عامله حاجه بيها. ماشي نحط دبس رمان. يا ريت نقرب بقى من الكاميرا. حطينا دبس الرمان وخلص. اوكي لغايه ما تقلب. برافو برافو. ماشي هنحط حبه زيت زيتون. شويه زيت زيتون. ما هو انا شايف الاكل دي كنت انا صورتها لوحدي بقى عشان انا اللي بقول كل حاجه. واضح ان انا عارف الاكله. نفسي تعمل طبق مكرونه او رز. حلو. قولي بس ستوب بقى. اوكي. ليه بتترعش؟ بالك عليه. بس كده. اوكي. نجيب خلاص. معلقه الليمون كمان. نص ليمون. اجيب سكينه. خليكي. هنحط نص ليمون عصرة ليمون. اعمل ايدك كده عشان البذور تقع في ايدك. لا اعمليها انت عشان مش بعرف. اوكي. اللي انت بتقولي ده. عصير ليمون. ماشي. ده بقى ممكن احط 20 كيلو عندنا منه ياما. اوكي. شوية ملح. برافو. كده. حط ملح كمان. ايه ده؟ بس كده. اوكي بس كده. فلفل. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. كده. اوكي. انا بحب الفلفل فممكن نزود حط شوية. حط زي ما انت عايز. برافو. معلش نزود في الفلفل عشان بحب الفلفل. ماشي. اوكي نجيب معلقه. نقلب المعلقه. وادي الخليط ده بقى نقعد نقلبه كده كويس. نقلبه. بصوا العسل مع زيت الزيتون، دبس الرمان. بس انا حاسس ان دبس الرمان قليل، محتاجين نزود. طب ما احنا ما عندناش دبس رمان، ممكن نحط دبس حاجه تانية؟ لا هو ده الكميه دي كفايه دي. بجد والله. ماشي نقلب بقى الخليط بتاعنا. خد الجناب كله. تمام كده. تمام. طيب كده الخليط بتاعنا جاهز، ونبتدي بقى ايه نحطه على السلطه كلها. الله الله. بصي بصي بصي. هوبا 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 هوبا. كده اهو نحط على الجبنه. ومعانا كده سلطه رمضانيه، جرجير بالتمر وعين الجمل والمكسرات والفراوله. طعمها خطير. والسلطه بتاعتنا شفتي اسهل من كده اكله. وكده السلطه بتاعتنا جاهزه. على التقليب بقى صح؟ حلو قوي. نقلبها كده صح؟ وقت بنقلبها قبل الفطار، ساعة الأكل. ساعة الأكل، وتبقى كده إيه جاهزة. بس عامة بص شكلها أصلا شكلها حلو أوي. حلوة قوي مغذية قوي. هتعتمدوها كل رمضان. ورمضان كريم. رمضان كريم يا ماما. رمضان كريم طبعا. والله العظيم وحشتيني وحشتيني وحشتيني. حسن طيب. وانتوا طيبين يا حبيبي.